عادة الإعلام يحب الحاجات المشوقة، فيجي الهابطة دي هي تاخد تركيز وينسوا الحاجات الإيجابية. طبعا في سلبيات ما أقدرش أدافع عنها، إنما هذه السلبيات هي آفة العمل البشري. طب هناك وجهة نظر بتقول إن هو حتى في إطار مسألة الحل من عدمه، إن الشعب أصلا غير مهتم، غير متابع للمجلس وغير مهتم بيه، فتحل المجلس ما تحلش المجلس مفيش مشكلة، في انتخابات مفيش انتخابات مفيش مشكلة، في مجلس مفيش مشكلة. أنت ترد على ده إزاي يا دكتور سرور؟ المسألة دي عاوزة تعليم ووعي، دي ما تمسش المجلس، تمس الحياة السياسية ككل. حالة اللامبالاة، حالة اللامبالاة دي أثرها سلبي على الشعب نفسه، لأن الشعب يجب أن يكون واعي وقادر على اختيار من يمثله ومتابع القضايا السياسية الهامة. العيب مش في المجلس، العيب يبقى في التعليم وفي الوعي، وكافة أجهزة الإعلام مسؤولة عن أنها توعي الشعب ويصل إلى درجة اهتمام واعية. طب العيب مش في المجلس، وقد يكون في التوعية وفي الإعلام وفي التعليم وفي كذا، ولكن إذا ما طلبت منك الدكتور سرور وأنت رئيس البرلمان منذ عام 91، مر عليك عدد من البرلمانات المختلفة، إذا ما طلبت منك تقييم للبرلمان للمجلس الحالي مقارنة بالمجالس السابقة، أين تضعه؟ هل هو مجلس قوي، مجلس متجانس، مجلس متنافر، ضعيف، معبر؟ إزاي تضعه؟ أضعه في موضع متوسط. أولا الأغلبية بدأت الأول أغلبية محدودة، استطاع الحزب أن يضم المستقلين الذين نجحوا في الانتخابات وهم أعضاء في الحزب، فاستقامت الأغلبية. أخذنا وقت عبال ما يتم تعايش سلمي بينهم. الحزب نشط في تحقيق تماسك الأغلبية، إنما الأداء المبني على الوعي والعلم والدراسة كان لا بأس به، كنت أتوقع أن يكون ممتازا. المعارضة كان فيها كوادر بتذاكر وبتذاكر وتقرأ وتدفع دفوع محرجة، وكان الأمور يتم بقوة الأغلبية. إذا كان تقديرك للمجلس في حالة المتوسط، من المسؤول عن أنه ليس في حالة أعلى من المتوسط؟ هل هي كوادر الحزب الأغلبية أم كوادر المعارضة أم كوادر المستقلين؟ لا، ما أقدرش أقول إن حد مسؤول. هذه إفرازات الانتخابات، وبعدين متوسط وفوق المتوسط، ودي كلها مسائل نسبية. إنما أنا بتكلم باعتباري عايش، أنا هذا هو الفصل السادس، الفصل الرابع، التشريع الرابع الذي أرأسه، وبالتالي عندي قدرة على المقارنة وببص للكوادر والناس بتذاكر ازاي والحضور بنسبة كام، نفس الوزراء بيحضروا قد ايه، اهتمام قد ايه، فعندي زوايا مختلفة استطيع اقيم. ما ضروري المعارضة نشيطة، ونشاط المعارضة بيعمل ديناميكية للبرلمان، يعني الأغلبية تضطر تذاكر، تضطر تبقى واخدة بالها، وبالتالي اقدر اقول هناك نشاط للمعارضة، لكن ما اقدرش اقول انه نشاط ايجابي دائما. هناك ساعات مظهرة ومجرد إرادة إحراج الأغلبية أو إحراج الحكومة دون موضوعية، وإنما هناك ذكاء ودراسة في موضوعات كثيرة. فإجمالي يعني متوسط يقرب لفوق المتوسط. طيب، في إطار رقابة البرلمان على أداء الحكومة، دكتور سرور، كيف تقيم أنت أداء الحكومة في هذه المرحلة، الحكومة الحالية؟ الحكومة بذلت جهدا مشكورا بلا شك. عندها الحكومة دي قابلت مشكلات كثيرة جدا، وقابلت تحديات ضخمة جدا، والتحديات عرقلت تنفيذ خطط واستراتيجيات. لو ما كانتش موجودة التحديات ربما الخطط والاستراتيجيات كانت أتت أكلها في وقت قريب، وبالتالي المشكلات كانت كبيرة. وإنما أيضا هناك بعض الثغرات التي أثارها النواب، إنما أداء الحكومة كان مرضيا للبرلمان،
ورئيس الحكومة أبدأ اهتمام بالبرلمان. إلى أي مدى كان هناك تجاوب بين الحكومة والبرلمان؟ ما تنساش إن في أغلبية متماسكة والأغلبية بتسند الحكومة. وأقدر أقول أن التجاوب كان مرضيا. هل هذه الأغلبية المتماسكة هي التي تحول دائما دون أن يصل أي استجواب من الاستجوابات المقدمة أو التي قدمت إلى حد سحب الثقة من وزير أو توجيه لوم أو كذا؟ بديهي في نظام الحكم، في نظام الحزب الحاكم، الحكومة يستحيل تسقط. نظام الائتلافي ممكن، الناس اللي واخده بالها يقول لك المجلس عمره ما سقط حكومة. سقط حكومة؟ ده أنا عندي حكومة مبنية على حزب واحد، مش حكومة ائتلافية. تسقط ازاي؟ دي حكومة الحزب. لو كان الحكومة غير مرضية، الرئيس الجمهورية سيمارس سلطته في تغييرها، مش ضروري انها تسقط في البرلمان. تسقط في البرلمان في حالة الائتلاف الحزبي، حزب يفك خلاص هتسقط الحكومة. المعارضة ازاي تنجح وعندي حزب حاكم ودي حكومة الحزب؟ انما انتقادات اعضاء الحزب الوطني الحكومة بتبقى مرة في طلبات الإحاطة وفي الأسئلة وعند مناقشة التشريعات. فأعضاء الحزب الوطني مش جايين يطبطبوا، بالعكس ده أنهم بينتقدوا انتقادات شديدة. ونجد مثال مثلا موضوع القمح الفاسد اللي جه عن طريق دمياط وعن طريق سفاجة. أعضاء الحزب الوطني هم اللي تزعموا المناقشة وهم اللي قدموا طلبين لتشكيل لجنة تقصي حقائق. فوجدنا من الأولى أن نبدأ الأول بزيارة الحجر الزراعي لبيان أوجه القصور. يبقى الحزب الوطني ما بيطبطبش وبيبقى معارضته جامدة جدا. أنا أتوقف معك بعد شوية على موضوع القمح، ولكن خلينا نستكمل في شكل العلاقة ما بين البرلمان والحكومة. أنت وجهت دكتور سرور عدة مرات انتقادات إلى الوزراء الذين لا يحضرون الجلسات. إلى أي مدى وجدت تجاوب بعد هذه الانتقادات والتلويح بالتهديد عدة مرات؟ الواقع الوزراء مسؤولين عن الحضور، فهو الوزير عنده منبر يتكلم فيه، من مصلحته يجي المجلس بدل ما يروح لصحيفة يبدي رأي أو يروح لقناة تلفزيونية يبدي رأي. ما عنده المنبر. المهم بعد هذا التلويح والإثارة السلبية لحضور الوزراء، حقيقي بدأ الوزراء يكثفون حضورهم، وحضورهم بيبسط النواب. بل الوزير بيدعم سياسيا بمجرد حضوره، بيحدث بينه تآلف مع النواب وتعايش معهم، وكل ما بيشوفوه كل ما بيحبوه أكتر ويدعموه. إنما الوزير يتجاهل المجلس، هم الآخرين هيتجاهلوه عملية، وبالتالي الوزراء بدأوا ينشطوا في الحضور. طب هذا التلويح للوزراء أتى بثماره فحضر الوزراء، ولكن لماذا لم يؤدي هذا التلويح للنواب بمنع ظاهرة التزوير مثلا من النواب؟ القاعة خالية في أوقات كثيرة. القاعة خالية في أوقات كثيرة، هذا صحيح، ومليئة في أوقات كثيرة أيضا. هي ظاهرة سلبية، ولكني للأسف أسجل أنها ظاهرة في معظم برلمانات العالم بهذا الشكل وهذا المستوى. نعم. تعالى أزورك برلمان الإيطالي والفرنساوي تلاقي القاعة خاوية، إلا لو موضوع مهم تلاقيهم كلهم جم. هل هناك إمكانية أو وسيلة لضمان حالة حضور مشاركة فعالة؟ هناك الشارع ينتخب هؤلاء لكي يمثلهم في البرلمان، فإذا ما كان هناك التزوير هو النتيجة، هنا في علامة استفهام.